امام عاشور جاهز بشكل كامل للمشاركه التدريجيه في تدريبات الاهلي، واللاعب طلب زياده بعض التقويات على عضله الترقوه بسبب اصابته في نفس المكان مرتين. وكيل احمد نبيل كوكا يعلن استمراره رسميا مع الاهلي بعد فشل انتقاله الى قاسم باشا التركي بسبب رغبه النادي التركي في دفع 750 الف دولار على قسطين خلال عامين. رسميا اعفاء الاهلي وصن داونز فقط من اللعب في سبتمبر، ومشاركه 60 نادي في الدور التمهيدي الاول على راسهم الترجي التونسي ونهضه بركان المغربي وبيراميدز، مع شوق الجماهير علي معلول من تدريبات الصفاقس. الاهلي قام بقيد وسام ابو علي في قائمته المبدئيه كاجراء روتيني كون انتقاله الى الدوري الامريكي للحفاظ على اللاعب حال فشل انتقاله للدوري الامريكي. ويوم 21 اغسطس سيكون اليوم الاخير الذي يسمح فيه للفريق الامريكي بقيد وسام ابو علي ضمن فريقه. وفقا لمعايير الكاف، الاتحاد المصري يصدر رخص الانديه للمشاركات الافريقيه ممثلو مصر في البطوله الاهلي وبيراميدز وبطوله دوري ابطال افريقيا والزمالك والمصري في الكونفدراليه الافريقيه رسميا ولمده عام. الجيش الملكي المغربي يضم رضا سليم بدون وضع بند احقيه الشراء. اليوم حسم مصير ايهاب امين مع الاهلي بشان التجديد، ونتمنى تكون النهايه سعيده. رسميا غلق باب القيد الصيفي للموسم الجديد من الدوري المصري. مودرن سبورت يحصل على خدمات مصطفى مخلوف حارس مرمى الاهلي على سبيل الاعاره. تنزانيا تستضيف مراسم قرعه البطولات الافريقيه يوم السبت المقبل الساعة 1 ظهرا. الأهلي سيتحمل دفع 150 ألف دولار فقط من راتب رضا سليم، بينما سيتكفل الجيش المغربي بدفع 550 ألف دولار. مصطفى البدري يوقع على عقود انضمامه لنادي بتروجيت لمدة موسمين بعد فسخ عقده مع النادي الأهلي. بلال عطية لاعب الأهلي مع شتوتجارت الألماني من فترة المعايشة. إليكم جدول مباريات الأهلي في شهر أغسطس في الدوري المصري، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.